السلام عليكم. كثير ناس بتسأل لماذا تم إلغاء عرس مصطفى المومري، والبعض نشر هذا المقطع ومصطفى المومري يخرج من بين الحشود ويتجه للطقم ويدعوا أنه تم إيقافه من قبل الشرطة وإلغاء العرس. في الحقيقة هذه مجرد إشاعة، وسبب إلغاء العرس هو شيء آخر. كما نعرف مصطفى المومري لديه أكثر من 700 ألف مشترك ومتابع في قناته على اليوتيوب، وعمل دعوة زفاف كبيرة لمحبيه وجمهوره. حضرت الحشود بشكل كبير جدا وامتلأت القاعة المقرر إقامة العرس فيها. طالب المتابعون والمحبون من مصطفى المومري الخروج إلى ساحة أكبر، واتجهوا إلى ميدان السبعين، أكبر ساحة مفتوحة في صنعاء. وصل العريس مصطفى المومري تلبية لرغبة جمهوره وحياهم لفترة قصيرة جدا، ثم غادر إلى منزله للأسباب التالية: الحشد كبير وغير منتظم، ربما تكون هناك فوضى بين الحشود. من عادات الأعراس في اليمن الجلوس على المتاكي ومضغطات والتكييف في العرس مع طرب الفنان طبعا. ما يقدرش اصلا يكون عرس بالحضور الكبير جدا، وصعب جدا على هذه الحشود الكبيرة في هذا المكان أن تحظى بالميزات التالية. خزنوا مسنبين وما زالوا مخزنين. يعني يوم القات كان حاضي جدا، لكن اشتروا قات من اجل مصطفى اللي ما خزنش لشهور اجى يخزن. فقرر مصطفى المومري الاكتفاء باللحظات التي قضاها في قاعة العرس والمغادرة إلى منزله. ويبقى السؤال هنا للجمهور: إذا كنت مشهورا، فهل من الأفضل عمل عرس جماعي؟ والله زوجتي الثانية. فهل من الأفضل التشهير بزفافك أمام الناس ومحبيك ومتابعيك الكثر، أم ستكتفي بإقامة عرس صغير لتوفر الجهد والتعب على محبيك ومتابعيك؟ قالوا ان القاعة تغلقت من قوة الزحمة. لا تنسوا الاشتراك في قناة عبد اللطيف الزيلعي ليصلكم كل جديد.